عندنا اللوبيا والفاصوليا الناشفة من المصادر الغنية جدا بالبروتينات، وكمان بتنظف الجسم من السموم. بس يا جماعة علشان نتخلص من الأضرار بتاعتها لازم تتنقع كويس في المية، تتنقع من 12 ل 24 ساعة، وكمان تغير المية أثناء عملية النقع، وبعدين نغليها كويس في المية زي ما احنا شايفين كده. كل ما تظهر حاجة على الوش نشيلها ونتخلص منها. عملنا كده في الفاصوليا، وكمان هنعمل كده في اللوبيا. اي حاجة تظهر على الوش نشيلها، متسيبهاش لغاية ما تتهري، لان لسه هتتحط في الفريزر وبعد كده هتتحط في الصلصة. وبعد ما نسلقها هنبدأ نصفيها، وكمان بعد كده نحطها تحت المية الباردة عشان توقف التسوية بتاعتها. نصفيها كويس، وكمان نحطها تحت المية الباردة عشان توقف التسوية. انا حطيت الخضار في العلب، وممكن تحطوها في اكياس وتربطوها كويس. هتقعد معاكم فترة طويلة في الفريزر، وهتوفر لكم وقت ومجهود كبير.